إذن أنت أيضا عانيت الأمرين. ألم الفراق صعب، أليس كذلك؟ حلاوة الوصال واللقاء تمحو من البال مرارة الفراق. أسعدك الله في آخرتك بالخير يا ابنتي. أنت يوسف ولدي، هل ترين يا ليلى ما أجمله وما أبهاه؟ أجل، فيوسف ابننا أضحى مشرقا مثل الشمس ومنيرا مثل القمر. لا يا عزيز أبيك، ليس لك أن تقبل يدي، فأنت لك الولاية على أبيك. حق علي أنا أن أقبل يدك يا ولي الله. هذا يوسف ولدي، لقد رجع أخوكم يوسف الذي غاب عنا سنوات طوال، ذاك الذي احترق فؤادي في فراقه أعواما وأعوام. لقد عاد إلي يوسف الذي ضاع مني، لقد عاد إلي يوسف. يا أحبائي، تعالوا لنحمد الله تعالى ولنسجد له سبحانه، شكرا على جمع شملنا بيوسف بقرة أعيننا. كنت مستغرقا في مشاهدة النجوم والشمس والقمر فأيقظتني. إن الشمس الذي كتب عليها أن تسجد لك هي راكعة أمامك الآن، وكذلك سيسجد بين يديك ذات يوم القمر ومعه 11 كوكبا. ذات يوم سيكون لك شأن عظيم، وستنال مقاما رفيعا عند الله وملكا عظيما عند الناس. انهض أبي، انهض. هل ترى يا يوسف؟ هل ترى كيف سجدت لك الشمس ومعها القمر و11 كوكبا؟ أجل أبي أرى، هذا تأويل رؤياي من قبل. أجل أرى. أن الله تعالى يستودع صفات جماله وجلاله في أنفس أنبيائه ويستعرضها في وجوههم. حري بي أن أقول إن أولياء الله بما لهم من مقام رفيع عنده صاروا مرآة لكثير من